صباح الخير محبين الزراعة. طبعا ما أشوف بعين الشمس. صباح الخير محبين الزراعة. جتني بعض الأسئلة بخصوص ورد الصباح. طبعا أكو بهم دخلوا لي خاص وأكو بهم علقوا لي. اللي دخل لي خاص كانت سندانته صغيرة ويقول ما يورد ورد الصباح، ما يورد. طبعا الساعة 7:30 راح يورد. شوفوا هذا ليش؟ سببه السندانة. إذا كانت تعلقونه تعليق السندانة تكون وسط ما هي صغيرة. وثاني شي السقي الجذر ما يحتر. الجذر إذا احتر ما راح يورد ورد الصباح. الجذر إذا احتر ما راح يورد ورد الصباح. ثانيا اللي قلنا لكم السقي تسقونه يومية، والشمس ضرورية. الشمس ضروري، أما العصر أما الصبح. المهم تروح الشمس أقل شي 3 ساعات 5 ساعات شمس سقي. والسندانة إذا كانت صغيرة تكبرونها. هاي أولا. ثانيا اكو بيهم قالوا الساق يكون ضعيف، ما هم 3 ساعات متين. اذا تلاحظوا هاي لكم واحد هذا، شوفوا تشوف هسه شلون متين. شي سببها؟ هذا طبعا اكثرها قلة شمس. قلة شمس ام تربة مستهلكة مال العام ما بيها عناصر وقلة شمس. ونفس الشي سقي. فاخوان هو الورد الصباح ما رايد لاي شي، اسهل النباتات رايد لسقي. اهم شي سقي يكون الصبح ام بالليل. التربة ما تحترق. لما من يجي الظهر التربة ما تحترق، محتفظ بالرطوبة. يمكن المقطع واضح. سقي تكبير السندانة مالته. هسه راح اكبر لكم سندانة. بس هاي انا عندي السندانة قداتها صغيرة، راح احولها هاي سندانة كبيرة. شوف والافضل شي تربة الورد الصباحي، افضل شي تربة الطينية. هاي التربة الطينية. ليش؟ لان هاي التربة الطينية تحتفظ بالرطوبة. واذا انت تريد تخليه علقه تحط لك اوراق مال شجر بعد احسن جوا. كرتون من هذا الكراتين وتخليه. طبعا هاي تربة طينية خاصة كلش. لا حاطرها زين راح نشوفها. هسه هاي شوف. هاي طبعا صار لي اسبوع مكاثرته. يمكن اسبوع في الجذر ماله، لان بسرعة هو الورد الصباح قوي. الجذور مالته بسرعة تمشي. شوف البطينية. ليش؟ لأن تحتفظ بالرطوبة. تظل دائما رطبة. هو الورد الصباح يحب الماي. اسأل اللي مجرب ولا تسأل حكي من حبيبي. وبالنهاية السلام ختام حبايبي.